السلام عليكم، يا هلا ومرحبا بكل حبايبنا، شلونكم؟ يا رب تكونون بأفضل حال، ورجعنا بفيديو جديد. وبلشت وياكم من الطريق حتى نروح البيت أهلي. وقبلها رح ضربت ابني أبرة هنا خطية، كان دا يبكي ودا أحاول أهديه. وتعرفون هذا يعني هسه الشتانة كله أمراض وقحة ونشلة، الحمد لله والشكر يا ربي. وأكيد وصلنا للبيت، وهنا أنا أول ما دخلت للبيت ولقيت أحلى منظر، يعني كلش أحب هذا المنظر. إنه ماما الله يحفظها كانت تسوي عشاء، فطبينا هيك على غفلة على العشاء. وهنا أنا والدي الله يحفظه كان دا يحضر أموره عن مود دا يسافر، فقلت لازم يعني نشوفه. وأجيت يم والدتي، الله ينطيها الصحة والعافية ويحفظ يا ربي كل أمهاتكم. حتى أساعدها بالعشاء نادى أحمي الصمون، وطلعنا كبة هماتين دنقلي كبة ماما. وهنا جهزت عندنا البوتيتا، وهاي الكبة شوفوا شكلها والقرمشة كانت تجنن. بعدها والدتي الله يحفظها دا تسوي الزلاطة من العشاء، يعني دا نكمل تحضيرات العشاء. وطبعا ما أحكي لكم على هاي القعدة، من انتي قاعدة ويا والدتك وتحكي لها شكل بقلبك ومواضيع تناقشون بيها، مدري مين تجي المواضيع، فقعدة كانت كلش حلوة. وشوفوا بابا شنو جايب شغلات وياه حتى ياخذها يعني بالطريق، جايب كلها أشياء صحية وطبعا أشياء كيوت. هاي كاكاو المر، وذاك هم كاكاو مر القطعة الكبيرة وبيها هيك مبروش، يعني أول مرة أشوفها. وجايب هذا البسكت، فأخذنا كم قطعة من الكاكاو من عنده خطية. والحمد لله كملنا عشانا البسيط والجميل، وبعدها شربنا شاي. وبديت يعني أني أغسل المواعين وهيك يعني ألملم المطبخ. بعدها سويت ميز الطعام. أول شي استخدمت اسفنجة جلفته هيجي يعني جلفة سريعة، وراح أمسحه بوصلة يعني من هاي المسحة التمام بحيث يبقى نظيف للصبح. وهنا ما استخدمت وصلة عادية بنات، استخدمت هذا هيجي مثل القطعة تيجي وصل مقطعة، وتقدرون بعدها تذبوها يعني. فحسيتها يعني النظافة تكون أكثر من الوصلة هاي نستخدمها لكل شي، نمسح بيها الكاونتر والميز وكل شي قبالنا بالمطبخ نمسحه. فكلش حلو يعني هذا الاختراع. وهنا أنا حبيت أراويكم شنو مسوين. كانت والدتي مسوية شلغم هذا السلك، شوفوا اللون مالته نفس مال هاي اللي يبيعوه برا بالشوارع، والطعم يجنن، خلوا وياه تمر. وهنا أنا كملت المطبخ والمواعين والميز، وإجيت أشوف الجنطة مال السفر وشنو ناقصها يكملها لو لا والدي. فهنا أنا دا أخليه لشكم غرض يعني. وكملناها للجنطة. بعدها جيت للمطبخ، شفت الساحبة تحتاج شوي تنظيف، رأسا رشيت عليها مزيل دهون وبديت أجلفها، قلت حتى المطبخ كله يصير تمام يعني ويترتب. بعد ما كملنا، طبعا هنا يد أخويا، بعد ما كملنا أخويا الكبير وصل والدي، وهنا أنا أخذت لقطات حتى تبقى ذكرى. وإحنا رجعنا للبيت. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المكافأة. ولهذا يظهر لنا مقدار عظمة الانتصار وفضل. وطبعا الحمد لله الأيام تركض بسرعة، فصورت لكم من هم رحت دا أشوف والدي يعني جيته من السفر، فأخذت له وياي هيجي حلويات بسيطة، ورحت دا أستقبل والدي الله يحفظه. طبعا من رجع ودخل البيت صدق كانت فرحة، والكل فرح، الكبير والصغير.
والله يخلي كل أب لأولاده ولبيته يا ربي. وهنا نشوف الأطفال ملتمين عبالهم عيد، يقولوا له جدو انطينا عيديات، وإحنا هم كنا ملتمين. وخطية هو يعني والدي راح علاج، فجاب لنا هيجيش كم حاجة ويا إحنا وصيناه. هذا المكدوس وزعفران وورق غار، وشوف العسل جايب الأصلي، وهنا زيت الزيتون. وهذا هم أخويا نفسه اللي سوى بإيده من دا أسوي الساحبة. وهنا بعدها ختمتها أختي الكبيرة عزمتني على بيتزا. شوفوا بيتزا مالتها. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو.